فرونس 5 ملي الشاشه كتولي بوبيل ديال الحقد وتدوير الخرافات. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. في الوقت اللي الرباط وباري كيبنيو جسور ديال المستقبل وشراكات جديده على اساس النديه، كتخرج لينا قناه فرونس 5 بواحد الوثائقي ما عنده علاقه بالاعلام، ولكن مجرد تصفيه ديال حساب رخيصه مغلفه بالشكل ديال التقرير، ماشي بحث عن الحقيقه ولكن اعاده تسخين ديال ملفات قديمه ومعفونه، وكيقدموها للمشاهد الفرنسي بحال الا شي سبق صحفي وهو غير بقايا ديال حقد قديم ما بغاش يموت. القصه ما فيها ان هذا العمل ما عنده حتى علاقه بالصحافه، بل بيان سياسي مريض فيه انتقائيه فاضحه وواحد الكذب امبالي واجنده واضحه. المهمه ديالها ضرب صوره المغرب حيت ولا واقف بنديه وما بقاش كيلعب الدور ديال التابع. والتوقيت بطبيعه الحال ديال هذا الدوكيومونتير راه ماشي صدفه، جا في واحد اللحظه اللي العلاقات المغربيه الفرنسيه كتعرف واحد التحول كبير، خصوصا بعد الموقف الواضح من مغربيه الصحراء. وهذا الشيء حرق الاوراق لبزاف ديال الناس اللي باقيين عايشين في ديك النوستالجيا الاستعماريه. اما داك المخرج جون لويس بيريز فهو واحد النموذج حي ديال الانتقام بالكاميرا، واحد الشخص اللي تطرد من المغرب في 2015 بسبب خرق القوانين، ورجع اليوم ماشي باش يقدم الحقيقه ولكن باش يصفي عقد الشخصيه ديالو. الكاميرا عنده ما بقاتش اداه ديال التوثيق، ولات واحد الخنجر كيطعن به الواقع حيت ما قادرش يتقبلو. وزيد عليها المهزله ديال بيغاسوس اللي ولات بحال واحد المسكه كيمضغوها وقت ما رشقات ليهم، كيدخلوها في كل تقرير خاوي باش يعطيوه النكهه ديال المؤامره. سنوات دازت وخبراء ومؤسسات دوليه فندوا ديك الروايه تقنيا وقضائيا، لكن الماكينه الاعلاميه الفرنسيه باقا جالسه كتجر في ديك المسكه حيت ما عندهاش ما تقول وباغيه غير تعلق الفشل ديالها على شبح سميتو المغرب. ايوا والقاع ملي ولاو كيصنعوا منه ابطال من ناس غارقين في فضائح شخصيه واخلاقيه، كيجيبوا واحد مدان بالخيانه الزوجيه ويقدموه كخبير في الاستخبارات. واش هذه صحافه ولا مسرح ديال اللعابات؟ واش وصل بهم الافلاس المهني لهاد الدرجه؟ ملي كنشوفوا بنك الاكاذيب كيبداو يتاجروا في الفضائح باش يغطيو العجز، وفي نفس الوقت كاين تناقض خطير. المغرب كيساهم في الامن ديال فرنسا، معلومات استخباراتيه كتنقذ الارواح، وخبراء كيامنوا تظاهرات بحال اولمبياد باري، ومن جهه اخرى اعلامهم كيشيطن نفس هذا الدور. هذه راه ماشي وقاحه، هذا راه واحد الانفصام حقيقي. الخلاصه من هذا الشيء، حنا ماشي قدام وثائقي، حنا قدام صرخه ديال لوبيات فرنسيه ما تقبلاتش او ما تقبلات